قال: مضغت أوقات بعضا من نهاري مع صديقي عثمان الدماري، فما أن سار من وقتي قليل إذا بالشعب يهتف باختياري، ونادوني أميرا رغم فقري وأهدوني الحراسة والجواري، صعدت العرش والوزراء حولي وأصحاب الفخامة عن يساري، فألزمت الرياح تهب شرقا لتحملني إلى ديور الجوار، وأغلقت الحدود وكل شبر وأنقذت البلاد من الدمار، ومن بعد الأمان ذهبت غربا ولم أرجع قليلا عن قراري، وقوات التحالف طوع أمري يوجهها فتعمل باختياري، جعلت الهند قاعدة لحربي وأرض الترك صرحا للحوار، حكمت على جيوش الغرب قتلا وأسبيت النساء مع الذراري، قهرت الفرس والرومان قهرا وطوقت عليهم بالحصار، ومن باريس أصدرت قرارا بتجميد المواني والبحار، أخذت بيتنا مع بيوتنا قسرا وبنيامين أسرع بالفرار، جعلت الروس ترجو أي حل وأمريكا تطالب بالحوار، فتحنا القدس في عز وفخر وأجلينا اليهود إلى البراري، وصلينا بها ظهرا وعصرا وكبرنا بهذا الانتصار، وحوطنا على الأقصى بسور وطهرناه من رجس وعار، ومن ثم اتجهنا في شموخ لتطوير وإحداث حضاري، أعدنا الشام للإسلام فخرا مقر الحكم والسوق التجاري، وفي بغداد شيدنا قصورا وعاد اللاجئون إلى الديار، ومن صنعاء أصدرنا بيانا ودستورا لتوجيه القرار، ولما أن رميت القات ليلا وناديت الحراسة والجواري إلي بالعشاء فما من مجيب، ولم ألقى سوى ذاك الدمار.